سيدي الفاضل، علة التحريم تقع في 5 أشياء. 5 أشياء. 5 أشياء. نجملها. أول كده حاجة فيها إن الخنزير يعتبر الجزء الخارجي منه ليس فيه أوعية دموية، يعني ليس فيه شرايين ولا أوردة. وبدل ما فيهوش شرايين وما فيهوش أوردة يبقى بتتركز فيه البولينة، والبولينة نجس. ده رقم 1. ولذلك حضرتك لما تضرب الخنزير ما ينزلش دم، لأنه ما فيش أوعية دموية في الخارج، في الجزء الخارجي. ولذلك دهنه اللي هو موجود على السطح لو حضرتك حطيته في النار تجد انك انت موجود في دورة مية قديمة مهملة من كمية النشادر اللي بتطلع، وليس هناك دماء. ما فيش دماء. يبقى اذا الجزء الخارجي ما فيهوش اوعية دموية فهو بولينة، والبولينة نجس. نمرة 2 ان كمية الاستروجين وهو الهرمون الانثوي الموجود في لحم الخنزير 50 مرة تركيزه لحم النعم، ونقصد لحم النعم اللي هي الخرفان والبقر والجاموس والجمال، 50 مرة. وهذه المادة والاستروجين هو الهرمون الأنثوي لا يتكسر بالحرارة. بمعنى يعني لما تيجي تحطه بقى وتطبخ اللحم ده وتحطه في الحرارة لا يتكسر بالحرارة، فيبقى الرجل بيأخذ هرمونات أنثوية. فعشان كده الرجل الأوروبي تلقاه ديوث لا يغار على أهل بيته. سبحان الله. إذا ده تفسير علمي، ده حقيقة علمية. يحتوي على 50% 50 زيادة، 50 مرة عن لحم النعم. استروجين الهرمون الأنثوي، والهرمون الأنثوي لا يهضم بالحرارة، ما يتكسرش بالحرارة. يكسر من أكل الخنزير باستمرار على طول يصبح ديوث خلاص. ولذلك يبقى راجل يعني هو مراته موجودة مع أي واحد تاني مفيش مشاكل. لا ليس عنده نخوة. لا مفيش ديوث لا يغار على أهل بيته. النقطة الثالثة ان فيروس الانفلونزا يتحضن في الخنزير كل سنة عشان ينتج سلالات جديدة. يبقى اذا الخنزير محض يعني هو البيئة التي يتحضن فيها فيروس الانفلونزا وغيرها من الفيروسات. ولذلك منعت السويد تربية الخنازير في ارضها تماما، لان كل سنة ينتج لهم انفلونزا جديدة، فيروسات جديدة. نمرة 4 ان كمية اليوريك اسيد اللي بيعمل النقرس ويعمل مرض الملوك 30 في المرة 30 تركيز لحم النعم. ولذلك اللي بياكله اصعب ما ياكل جمبري. يعني احنا بنيجي الراجل اللي عنده نقرس نقول له ما تاكلش جمبري، لا ده لحم الخنزير لو كاله كانه 30 مرة. يعني من يعانون النقرس خطر عليهم. طب تماما. الاكثر من كده في بعض الناس كانوا بيتكلموا عن الدودة الشريطية والكلام ده. طب ما الدودة الشريطية الكلام مردود عليه، ما الدودة الشريطية بتصيب الأغنام وبتصيب البقر وبتصيب الجاموس. لا ده اكتشف ان في نوع معين اسمه يارسينا، دودة معينة اسمها يارسينا لا تصيب إلا الخنازير. ودي عدد كبير جدا من الأوروبيين مصابين بها، وخطورتها انها بتمسك في العمود الفقري. بتمسك في العمود الفقري وليس لها علاج. ربنا سبحانه على العمود الفقري، على العمود حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يبقى على طول كده تاخد التحريم من رب العزة وتقول وترفع يدك ان ربنا سبحانه وتعالى يريد بك الخير. شكرا دكتور عبد الباسط على هذا اللقاء، ونلقاك على